عليكم. هنعمل النهاردة 8 ترغيفة من الحواوشي حجم صغير من ربع كيلو لحمة المفرومة، حاجة كده يلا بينا نشوف المقادير، والتوابل مش كتير خالص. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. عندنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، طبعا ضربينها ضربتين في الكبة منعمينها خالص، وبعد كده حطينا 3 بصلات كبار مفرومين برضو في الكبة، وبعد كده نحط شوية ملح، شوية فلفل اسود، وشوية بهارات سبع، وشوية كمان فلفل رومي على سبايسي بيدي نكهة وطعم، وده اختياري طبعا. هنا بقى بهارات الحوشي، بهارات الحوشي حاجة كده فوق الخيال، هي دي اللي هتديك الطعم النهائي، التست العالي. هنعجن ده كله بقى مع بعض، وبعد كده هنجيب العيش بتاعنا اهو، ربع كيلو بقى نص كيلو طبعا او نص الا. هنجيب كرة كرة كده ونحطها في رغيف الحوشي، ونكمل الثمان تغيفة. هنا بقى عندنا اختياري، شوية تيست عالي، شوية من الفلفل الرومي، او شوية من السبايسي، مع شوية من الموتزاريلا، وشوية من الزيتون، حاجة حلوة قوي، وده كله بيدي تست وطعم عالي شوية. بعد كده عندك بقى معلقة سمنة بلدي، معلقة زيت، مع حتة ليا، يا سلام. عندك سمنة بلدي وزيت حطي، ما عندكيش حطي حتة ليا. عالجريلا بقى ودي، حطي العيش من هنا واضغطي عليه بحاجة تقيلة قوي من هنا، هيديك التعرجات بتاعة الجريل. وما تنسيش الفحم، الفحم يا جماعة هيديك الطعم وريحة الحواوشي اللي احنا مش الشارع، مع بطاطس البوم فري والطحينة اللي احنا كملناها بالعيش. مش هقولكم على الطعم، لازم تجربوه بنفسيكم، حاجة كده وهم.